تكريما لأخت نعزها نقدرها ونحبها. هذه المبادرة هي بمثابة إحياء لتقليد نبيل يتسم بالوفاء، وكذلك تقليد نبيل جعل دائما العلاقات داخل حزبنا رغم المد والجزر ورغم المشاكل الطبيعية التي نعيشها بعض الأحيان. هذا التقليد يكرس أن الاتحاد يعتبر أن المناضلات والمناضلين كيفما كان موقعهم يعترف بعطاءاتهم ويعترف بتضحياتهم، والاتحاد مدين لكنا ولكم جميعا، خاصة ونحن نحتفل باليوم العالمي للنساء. وهذا الحفل التكريمي يتم في ظرف سياسي دقيق يمر منه بلدنا، ظرف مليء بالمخاطر، ظرف ربما سنعيش في المستقبل القريب أوضاعا صعبة ستتسم ببعض التراجعات، خاصة في مجال نعتبره حساسا وأساسيا وحاسما بالنسبة لمستقبل بلدنا، كل ما له علاقة بالمكتسبات في المجال السياسي وفي المجال الحقوقي. وبدون شك أن هذا التكريم هو رسالة لكل الأطراف التي تنوي من خلال توجهاتها المذهبية، من خلال مواقعها ومواقفها في المجال السياسي وفي المجال الحقوقي، وإزاء قضايا أساسية تهم حاضر ومستقبل مجتمعنا. هذا الاحتفال فهو رسالة أن الاتحاد الاشتراكي وخاصة نساء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيواصلون كيفما كانت التضحيات كفاحهم نضالهم من أجل تحرر المرأة المغربية من كل أشكال الوصاية المقنعة والغير المقنعة.